وقضية التنور والخروج من ظلمات الجهل والشرك والنفاق والكذب والأهواء المحرمة لا يكون بمجرد قرار عقلي أنا أريد أن أكون كذلك. لا لا لا، لابد من أمداد ربانية. انتبهوا، هذه قضية خطيرة. معظم الناس لا يعبأ بها، بل لا يلتفت إليها، بل لا يفهمها ولا ينبه عليها، لأنه لا يلمح إليها كثيرا. لا يلمح إليها الهداية والعبادة والنور والعلاقة الخاصة بالله، مش قضية عقلية وتحفظ آيات وأحاديث وخلاص وتمشي وتقول. ليس هكذا أبدا أبدا، أو تقلد الناس وتسير فيما يسيرون هكذا. لا لا، لابد لها من أمداد روحية، لابد لها من أرزاق معنوية، لابد لها من فتوحات صمدانية إلهية. هذه الفتوحات والأرزاق والأمداد والأعوان كيف تأتي؟ ما سبيل أيها الإخوة، ما سبيل أن نوهب شيئا من هذا بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى؟ ما في الذكر والله من لم يجرب الذكر لا يعرف شيئا، ومن جرب الذكر يعرف. من جرب الذكر ولهج واستهتر به، أن تستهتر كما قلت في خطبة الذكر، يكون لك مسبحة دائما 24 ساعة في يدك، دائما في كل وقت فراغ ذكر، تبقى متصلا. سوف ترى كيف تكون الأمداد الإلهية والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنينة، سكينة، طمأنينة بالإيمان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. تطمئن النفس، تطمئن القلب بالذكر. الذكر إذا أردت هذه قضية الهداية. لذلك بعض الناس يتحجب، لا يقضى العجب من مسلمين أيها الإخوة، شباب وفتيات يعني، وأحيانا علماء دعاء وداعيات، فسقة يفعلون أفعال الفساق من غيبة ونميمة وتحريض وحسد وحقد وكذب ونفاق وحلف أيمان كاذبة. شيوخ بعضهم قليل إن شاء الله، ليسوا كثيرين، لكن موجود. والناس هؤلاء سم الدعوة وسم العلم والعياذ بالله، يبغضون الناس في الدين وفي العلماء وفي المشايخ. لكن يتساءل الناس ولا يخضون العجب، كيف هذا عالم وشيخ وعنده شهادة و40 سنة في الإمام والمسجد وهو كذلك؟ تعرفون لماذا؟ لأن الدين ليس هيئة، والدين ليس قرارا، والدين ليس شهادة، والدين ليس محرابا. الدين صلة حقيقية بالله. هذه الصلة بد أن تشيد وأن تركن على على ركن الذكر الدائم، الاتصال بالله، الاتصال الذي يوجب الخشية والخوف. أيها الإخوة، الخشية والخوف والتعظيم والتوقير والإجلال والمحبة والتوكل. وهكذا تبدأ تظهر أخلاق وخلائق المؤمن. ترى فيه الإنصاف والعدل أيها الإخوة، ينصف من نفسه، ينصف إخوانه، ينصف الناس، يقول بالحق ولو على نفسه ولو على الوالدين والأقربين، يشهد بالحق. ثم عشق الحق وعشق أهل الحق أيها الإخوة، يعشق الحق ويعشق كل من يدعو إلى الله وكل من أجرى الله على يده خيرا، خلائق المؤمنين. لماذا؟ لأنه مؤمن فقط. لكن إذا لم يكن كذلك، هذا ليس له من الإيمان إلا الاسم، ومن الدين إلا الرسم فقط أيها الإخوة. لذلك الذكر يا إخواني، الذكر. أسأل الله في هذه الليلة المباركة بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يلهجنا بذكره، وأن يهترنا بحبه، وأن يخدمنا لجنابه العلي الأعلى لا إله إلا هو. قال وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي، نعم، وكان بالمؤمنين رحيما. يا سلام، وما قالش وكان رحيما بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحمة خاصة بالمؤمنين. ليس المؤمن